يعني ايه دوالي الخصية باختصار؟ دوالي الخصية هي انه الاوردة اللي حاملة الدم المفروض يرجع يخش مجرى الدم تاني بيكون الصمامات بتاعتها ضعيفة، وبالتالي الدم اللي موجود حوالين الخصية بيبقى موجود في الأوردة حسب درجة الدوالي. يعني دم لما ما يرجعش تاني ليه يخش في الشرايين علشان يضخ من جديد وبيبقى فيه كسل في الأوردة، زيها زي دوالي الساقين، زيها زي البواسير، وكل دي أنواع من الدوالي. زيها زي الدوالي اللي بتيجي في الرجلين أو الدوالي اللي بتيجي في الجزء السفلي من الجسم. فكل دي بتبقى بسبب ضعف في الأوردة. طيب هل كل دوالي بتأثر على الخصية أو بتأثر على الإنجاب؟ بالطبع لا. المراحل الأولى والثانية ونص المرحلة الثالثة ما بتأثرش نهائيا على الخصية ولا الإنجاب ولا القدرة الجنسية. بعد النص الثاني من المرحلة الثالثة بيبتدي يبقى فيه ألم أثناء الجماع، ولكن برضه ما بيبقاش التأثير على الحيوانات المنوية لدرجة إنها تعيق الإنجاب. بعد كده بنبتدي نخش في تأثير ضغط الأوعية أو الأوردة دي على الخصية نفسها، فبتسبب ألم وخلل في إفراز الخصية للحيوانات المنوية. في المراحل الأولى من الدوالي بيبقى فيه علاج دوائي، لكن لو الأمور ما اتعالجتش بدري بنبتدي نخش في احتمالية الجراحة. والجراحة ما بتكونش صعبة، بتكون بسيطة، بتتعمل بمنظار وبيخرج المريض في نفس اليوم والأمور سهلة. ازاي ألاحظ إن عندي دوالي؟ هنيجي فوق الخصية سواء اليمين أو الشمال من ناحية أسفل العضو، وبتحط إيدك بالراحة على الجلد اللي موجود. لو لقيت تكتلات دموية موجودة مكلكعة دي بداية دوالي. لو انت ضغطت عليها وابتدى يبقى فيه ألم دي بتحدد ان انت في انهي درجة من الدوالي. لو الألم شديد لدرجة انه مسمع معاك في الخصية يبقى احنا كده في درجة اعلى. طب ايه اللي المفروض اعمله اذا ابتديت احس انه عندي دوالي؟ اول حاجة لازم تروح لطبيب متخصص، هيطلب منك تعمل سونار ودوبلر على الخصية لتحديد درجة الدوالي ولتحديد الاسلوب الامثل لعلاجها. دي تفرق طبعا حسب انت عريس جديد ولا مقبل على الجواز ولا اصلا حضرتك مش متزوج. فهنا كل علاج بيتناسب مع السن ومع مرحلة العمرية اللي انت فيها ومع الحالة الجنسية اللي انت بتعيشها وحسب درجة الألم وحسب رغبتك في الإنجاب. الأمور سهلة وبسيطة، ولكن محتاجة ان حضرتك يكون عندك وعي بجسمك، ولما تلاقي حاجة مش طبيعية بدأت تبقى موجودة تبادر بالكشف عند حد متخصص.